عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى في هذا الفيديو هذا تكونوا بخير على خير. والفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا في قص رائع بريستيج، ولا دابا كيدار في المخبزات بزاف ومطلوب بزاف حتى عند الكليان، شي حاجه اللي همويه وفي نفس الوقت اقتصاديه وسهله حتى في التحضير. كنتو طلبتوه مني شحال هذه. نتمنى لا فيديو نال الاعجاب ديالكم. شوفوا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي مقرمش ولذيذ. ما تنساونيش لايك الا عجبكم، ونبداو في بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 100 غرام الزبده اللي بغيتو. انا نستعمل زبده حيوانيه، تقدروا تستعملوا مارغرين، الزبده ديال البواطه اما غاديش تجيكم في هذه الوصفه هذه. ما تقدروش تستعملوها في هذه الوصفه هذه الا مارغرين اللي الزبده مع وغادي نحتاجو عندنا نص كاس ديال السكر كلاصي سبيسيال من الاحسن، وعندنا تما فانيلا. عندي 3 المعالق كبار ديال البودره ديال اللوز، يعني اللوز مسحته وطحنته بالقشره ديالو مزيان. عندي بيضه كامله واصفر ديال البيضه، وعندي تما الطحين 200 غرام بالضبط ديال الدقيق الابيض. عرفتوا هذا الفقاس غنعطيكم مقادير ديالو مضبوطه، كيجي يعني سهل في الخدمه. اول حاجه درت هذيك الزبده غادي نخدموها مزيان مع داك السكر بودره، وغنديروا فانيلا، نديروا البودره ديال اللوز. بودره اللوز كذلك كتبقى اختياريه، غير هي كتعطي صراحه واحد المذاق زويون. وغنديروا شويه ديال الملح، ضروري الملح كنديروا في الحلويات. وغنديروا داك اصفر البيضه والبيضه. بالنسبه للطريقه ضروري هنايا راه بحال الشكل ديال الصابلي، غادي نخدموا داك الزبده ديالتنا مزيان حتى تنسجم لينا مع البيض تماما، ما يبقاش البيض مفصول لينا على المقادير الاخرى. او لا كاينه طريقه سهله، اما تجيبوا الخلاط الكهربائي يعني الطراب الباتور، كتطربوا به هذا الخليط ديالكم مزيان، او لا كديروا في الروبو الا كانت عندكم عجانه فيها الفوي كديروا تما وكتخليوا الخليط حتى يولي كريمي، كنأكد عليها. عاد ندوزو نزيدوا الدقيق الابيض. دابا انا هنايا غنخلطوا شويه بيديه، ومن بعد غادي نديرو في العجانه اولا في الروبو هكاك يطرب ليا مزيان. ودائما الزبده كنقول لكم دابا راه الحال شويه برد، دائما الزبده تكون بحراره المطبخ. من بعد ما تخلطات ليا الزبده شفتوا ولات بوماد، خصني نحس بالخليط ولا عندي حريري والعناصر انسجموا مع بعضياتهم. كندير بالضبط هذاك 200 غرام ديال الدقيق الابيض كله كندخلو. ولا بان لكم شويه الخليط خفيف تقدروا تزيدوا واحد المعلقه كبيره على حسب الحجم ديال البيض. انا تما استعملت بيضه صغيره مع اصفر ديال البيضه، يعني ما استعملتش بيضه كبيره بزاف. صافي كنبقاو نخلطوا داك المكونات اللي عندنا غير برؤوس الاصابع، نفس الطريقه ديال الصابلي كما قلت لكم، ما ندلكوها ما حتى شي حاجه. صافي انا غادي نجمع الخليط ديالي ونخليه على جنب وندوزو باش نوجدوه. بالنسبه للحشوه عندي هنايا 160 غرام. شديت غير اللوز بقشورو مسحته ودرت دوزته في الهاشوار حتى خرج ليا هكاك لوز كونكاسي. تقدروا ديروا حتى الفول السوداني كاوكاو اللي بغيتو تستعملوا. انا هنايا باش تقام عليكم الوصفه اقتصاديه. اللوز بطبيعه الحال خديتو كونكاسي كيكون زايد في الثمن، سيرتو نتوما غتاخذوه يعني بالتقسيط. يعني من الاحسن خذوه هكا لوز وطحنوه بقشورو، كيجي رائع حتى في المنظر. وبالنسبه للمقادير الاخرى عندي ابيض بيضه، وعندي هنايا 30 غرام ديال السكر خشن، وعندي هنايا فانيلا، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الماء. بالنسبه للابيض البيضه داكشي علاش استعملت بقى ليا منين بقى ليا الاصفر منها استعملته في الخليط الاول، ما كاين لاش يبقى داكشي باش هنا استعملنا الابيض والصفر انا درتو في الخليط. بالنسبه للطريقه راها سهله بزاف. وشتو تما عندي انا خديت غير الماء العادي. كاين شي وصفات كيديروا فيهم الماء الزهر، ولكن من الاحسن تستعملوا غير الماء العادي باش يجيكم ما يتغيرش لكم المذاق ديال الفقاس ديالكم. كنديروا داك اللوز اللي عندنا، وتقدروا ديروا حتى فواكه اخرى مثل الاكاجو، تقدروا ديروا الكركاع، تقدروا تزيدوا البيستاش اللي بغيتو. تقدروا هكا يعني ديروا خليط من الفواكه الجافه اولا من المكسرات عفوا. وراك شتوني زدت واحد طريف ديال الزبده، يعني ما يعادل واحد 10 غرام ديال الزبده بحال هكا، غير طريف صغير. ودرت هذيك السكر الخشن راه درتو، وزدت مع ديك الفانيلا، وغادي نبقاو نخلطوا مزيان. عاد نزيدوا هذاك الابيض ديال البيض والماء. بالنسبه للماء غنستعمل غير معلقه كبيره غير باش يتجمع ليا الخليط، باش يتكون عندي واحد العجين تقريبا، باش يجينا هكا ساهل منين نبغيو يعني نعمروا به الفقاس ديالنا. ثقوا بيا بان هذا الفقاس دابا ولا كيدار في المخبزات الكبار، وكيجي على شكل فقاس شويه كبير، كيجي رائع في المذاق وفي المنظر، وكيجي هماوي وفي نفس الوقت باش يعجبني انه ساهل. يعني ما فيش داك نطيب في الاول عاد نطيب مره اخرى، يعني كنطيبوا كلشي دفعه واحده. ها نتوما شوفوا عندي الخليط هنايا كيفاش ولا، يعني صافي هذا هو القوام
الماكسيموم اللي بغيت نحصل عليه انا. وبالنسبه يعني الا بغيتوا تستعملوا كميه اكبر من اللوز راه ماشي مشكل، كتزيدوا اما كتضاعفوا المقادير اولا كتبقاو تضيفوا في داك البياض ديال البيض حتى كيتجمع لكم الخليط بحال هكا. يعني ماشي بالضروره انكم يعني تكونوا مقيدين بنفس المقادير اللي درت انايا. صافي دابا هنا وجدنا كلشي، غادي نجيبوا هذيك العجين ديالنا وغادي نبسطوها بحال الشكل كما قلت لكم ديال الصابلي. هنايا انا دائما كيعجبني نشكل يعني الصابلي ديالي ولا هذا في البابي كويسون اللي بغى يدير بلاستيك يدير بلاستيك. المهم انا غادي ندلكها هنايا مزيان. بالنسبه للسمك ديال العجين يعني ما غاديش يكون غليظ بزاف وما يكونش رقيق عاوتاني، يعني السمك يكون متوسط. غادي نجيبوا واحد السكين ونقادوا ليها ضروري كنحيدوا داك العجين اللي زائد، وهذا العجين هذا اللي كيكون يعني هذا الفائض هذا كنعاودوا كنخدموا به يعني يعني فقاص اخر. من بعد ما نقادوه هنايا مزيان غادي نجيبوا داك الحشوه اللي صايبنا في الاول. غادي نجيبوا داك الحشوه ديالنا وغادي نحطوها هنايا فوق العجين. بالنسبه للحشوه راه نتوما اللي كتحكموا شحال ما بغيتو تقتصدوا راه كديروا غير شويه، يعني غير هكا كتكثروا كتكون العجينه اكثر من الحشوه. بغيتو يجيكم بريستيج هكاك ويجيكم هماوي راه بطبيعه الحال كديروا الحشوه تكون عريضه لداخل. هي كل ما كانت عريضه بطبيعه الحال كل ما كيجي في المذاق افضل، لانه هو كيجي هماوي بهاد الحشوه اللي كنديروا فيه حنايا ديال اللوز، خصوصا الا خلطتو معاه حتى مكسرات اخرى. المهم انايا غادي نبدا دابا نلويو العجين على بعضياته بهاد الطريقه هذه اللي سهله وبسيطه ويعني وبدون تعقيدات. هانتوما صافي يعني كنحاولوا نلويو. وحتى هنايا ملي تكونوا كتلويو تقدروا ديروا مثلا غير ديروا هكا جوج ديال اللويات وتحبسوا، اولا تقدروا تكملوه الا بغيتوه يجيكم كبير في الحجم. والا بقاو عندنا الجوانب يعني فارغين من الحشوه كناخذوا شويه ديال الحشوه وكنعمروا هذوك الجوانب ديالنا. انا هنا غادي نزيد غير دوره واحده وغادي نحبس وغادي نحيد هذاك العجين اللي غيبقى فائض وغادي نعاود نشكل به بطبيعه الحال في قاص اخر. وهنايا غادي ندوز باش نديرو في المجمد حتى يجمد ليا تماما، عاد ندوزو باش نقطعوه. وبالنسبه هنايا غادي ديروه في واحد الطاوه بحال هكا باش يبقى لكم من طبيعه الحال مسرح. صافي غنخليوه حتى يجمد وندوزو باش نقطعوه. هنا نعطيكم قبل ما ندوزو نقطعوه غادي نعطيكم اقتراح اخر للحشوه انكم تقدروا ديروا فيها حتى البودره ديال الكاكاو، حتى هي كتعطيه واحد المنظر اللي هائل وزوين بزاف. يعني كتحتفظوا بنفس المقادير اللي استعملنا ديال اللوز كونكاسي والسكر والزبده وشويه ديال ما زهر وابيض البيضاء، عفوا شويه ديال الماء ما عرفت مالي مع ما زهر، وكديروا بودره ديال الكاكاو اللي خاصه بالحلويات. رانا وريتها لكم دائما في الفيديوهات كنوريكم النوعيه اللي جيده. من بعد ما خرجنا داك الشريط ديالنا ولا الفقاص ديالنا من المجمد بطبيعه الحال ماشي كيف ما كنخرجوه من المجمد كنقطعوه بطبيعه الحال ما غاديش يتقطع لينا، غادي يتفرتت معانا. الا خرجناه وقطعناه مباشره لا، خصو يبقى يعني واحد شويه واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق حتى يولي السكين ديالكم يدوز فيه. وشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي هائل. وكننصحكم انكم تقطعوه رقيق ما ديروهش غليظ باش يجيكم مقرمش، حيت الا درتوه غليظ ما غيجيكمش مقرمش وفي المذاق ما غيجيكمش زوين. حاولوا تقطعوا شرائط او لا هكا قطع اللي تكون رقيقه بزاف، كل ما قطعتوه رقيق يكون افضل. وديروا بالنصيحه اللي قلت لكم باش يسهل معكم في التقطاع بحال هكا وما يتكسرش، خليوه يرتاح واحد شويه عاد دوزو تقطعوه. صافي دابا غادي نجيبو الطاوه ديالنا وغادي ندوزو نستفوه. وبالنسبه للطياب راه هو كيبغي الطهي يكون على نار تكون مهيله بزاف. هاد الفقاص هذا لانه فيه الحشوه ديال النوغا فباش يجينا مقرمش وكروستيون ولا بد النار تكون مهيله. انا هنايا غنطيبو في الفرن كهربائي اللي عندي كبير، غادي ندير على 130 درجه لمده 40 حتى ل 45 دقيقه. غنشعل الفران كيشعل عندي من الفوق ومن التحت من طبيعه الحال. واللي عنده الفرن ديال الغاز غادي يعني النار تكون مهيله بحال الشمعه باش يطيب لكم مقرمش وزوين. وهو راه نفس المبدا ديال الطيب ديال الصابلي، يعني ما تخافوش ما غاديش تقولوا غيقصاح ولا شي حاجه، لا حيت هذا مصايب بالزبده. والحاجه اللي كتكون مصايبه بالزبده كل ما نقصنا عليها النار سيرتو هاد الفقاص ولا الصابلي كل ما كتجينا مقرمشه. ما خصوش يجيكم معجن من الداخل اولا ديك النوغه تبقى كتعلك لكم، لا خص النوغه ديالتكم تجيكم مقرمشه.
وإلا لاحظتوا انني درت انايا حتى الاخر اللي بالبودره ديال الكاكاو، وشي وحدين راهما شفتوا راه ما كانوش بغاو يتقطعوا معايا حيت كنت مزروبه وكنت بغيت نقطعو، وهو كيف ما خرجته من المجمد بديت كنقطعو وبدات العجينه بحال اللي كتفرتت. داكشي باش كنقول لكم هاد النصائح راه مهمه بزاف في نجاح الوصفه. انا غندير هاد الشيء طيب ليا ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالو النهائي ونتكلموا على ثمن ديال البيع. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفقاص ديالنا. شوفوا كيفاش كيجي رائع صراحه، كيجي هماوي في المنظر وساهل كما قلت لكم. راه هو اللي ولا طوندونس دابا في المخبزات. هانتوما شوفوا الشكل ديالو. انا غادي نقربوا لكم باش تشوفوا ان ديك النوغا راه حتى هي طايبه من الوسط، يعني ضروري. هانتوما شفتوا كيجي الفقاص ديالنا طايب كامل وكيجي رقيق وكيجي مقرمش كروسيون. كنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. بالنسبه للثمن ديال البيع هانتوما عفوا شوفوا بعدا من الداخل راه ما فيه لا خميره لا حتى شي حاجه، ما كنديروش فيه الخميره كيماويه نهائيا. بالنسبه للثمن ديال البيع ديالو الا غادي ديروه بالزبده سبيسيال يعني بالزبده حيوانيه راه غتبيعوه ب 150 حتى ل 160 درهم الكيلو. راه نتوما عارفين دابا الزبده شحال وصلت. الا غديروه بمارغرين غادي تبيعوه ب 100 درهم لانه راه فيه اللوز، تقدروا تبيعوه حتى ل 110 ديال الدراهم. بالنسبه لكم نتوما يعني كتخدموا غير من ديوركم راه مسلكاكم 100 درهم، الله يجعل البركه. يعني ما عندكمش الكرا، ما عندكمش مصاريف ديال بنات كتخدموهم معاكم كتخلصوهم، تتبيعوه هكاك تديروا بالمارغرين تتبيعوا كما قلت لكم ما بين 100 حتى ل 110 ديال الدراهم. وسيرتو انكم كتخدموا يعني باللوز كتشريوه نتوما وكتصايبوه راسكم، ما كتشريوش اللوز كونكاسي اللي كيكون واجد وكيكون مرتفع في الثمن. وبالنسبه لكم المتتبعات ديالي اللي كيسولوني سعاد فوقاش غدير الافتتاح، انا ان شاء الله باذن الله غادي نقرب منين انا دابا في التحضيرات، منين نقرب غادي نعلمكم قبل نطلع ان شاء الله في القناه ونعطيكم حتى العنوان ديال المحل. مرحبا بكم كامل، نتلاقاو في فيديو جديد. ما تنساوش اختكم من شي لايك الا عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله.